السلام عليكم ورحمة الله، حياكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله بنكمل تركيب الماكينة. تقريبا معظم القطع جاهزة. طبعا في الحلقة الماضية خبرتكم إني راح استبدل هذه القطعة. مثل ما تشوفوا هذه القطعة متآكلة، فأخذت واحدة ثانية. أمورها طيبة، شوفوا كيف. ونفس الشيء خذيت القطعة اللي ناقصتني اللي هي هذه. الحين عندي 3 والوضع جدا طيب. والحين راح نكمل تركيب اللي هو الجير ونسكر الكرنكيس إن شاء الله. اوكي، ركبنا الفورك، الوضع جدا طيب. الحين راح نبدأ في تركيب اللي هو الجير، هذول الاثنين، وبعدين تقريبا الكيس راح تكون جاهزة عشان اسكرها كامل. طبعا قبل ان اركب الجير راح اركب سيلات جديدة. عندنا هذا الكت في كل السيلات اللي تخص الماكينة. طبعا دائما لما تبطل الماكينة ركب سيلات جديدة عشان تتفادى اي ليك، خاصة السيلات مال الوتر بامب. هذول اذا بطلتهم خلاص راح تلاحظ عندك ليك، فضروري انك تبدل السيلات اذا بطلت الماكينة. سعرها رخيص وجودة ممتازة نفس الوكالة. اوكي، الربع خلاص الكرنكيس جاهز عشان اسكره. طبعا راح نستخدم ان شاء الله براغي جديدة. عندنا ست كامل من البراغي، كيس محدد براغي مال ايش. هنا عندنا مال كرنكيس، هنا عندنا مال الهيد والسلندر، هنا مال الاجنيشن كفر، مال ووتر بامب، ومال كلتش كفر. طبعا اللي راح احتاجهم الحين اللي هم هذولا مال كرنكيس. شوفوا كيف براغي نظيفة والامور طيبة ان شاء الله. بنركب الحين الكرنكيس مع بعض، نسوي سيليكون على عدة اماكن ونركب ان شاء الله الكرنكيس مع بعض. طبعا لما تسوي سيليكون يمكن ما خبركم هالنقطة من قبل، بس تركز على هذول الاماكن اللي بين السيل وبين الكرنكيس. هنا مثلا، وهنا 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 عندكم، وهنا نفس الشيء. هذا الاماكن شوية تحط فيهم سيليكون زيادة شوية، ما واجد، عشان تتفادى اي ليك في المستقبل ان شاء الله. فالحين مثل ما خبرتكم بنجهز الكرنكيس، نشيل سيليكون وكذا، نركبهم مع بعض ونسوي التورك، وان شاء الله الوضع طيب. اوكي الربع، الحين بنكمل تركيب. طبعا جبت معظم القطع الناقصة، باقي تقريبا قطعتين ما حصلتهم للأسف، فراح اسوي لهم طلب. المهم هذول بياخروا شوية التركيب. انا لحد ما استلم القطع تقريبا احتاج اسبوعين. فالقطعة اللي ناقصة فقط البن اللي يركب هنا. شوفوا هنا في بن
هذا ما موجود. وفي واشر حال هذه القطعة بعد نفس الشيء ما حصلته، فراح اسوي لهم طلب هذول الاثنين. اما الحين يعني بس الحمد لله يعني حصلت معظم القطع، كل شيء وكالة وجديد. فالحين نقدر نكمل تركيب لحد ما اوصل المرحلة اللي احتاج فيها هذول القطع اللي هنا. اوكي، على حظي حصلت سبيسر تقريبا نفس حجم هذه القطعة، سويت له جرايندنج والحين صار بالشكل المطلوب. شوفوا كيف، طبعا جرايندنج باستخدام هذه وضبط معي، وفرت على نفسي. الحين صح بقدر اكمل تركيب القطعة. اوكي، الرابعة ركبنا مجموعة من القطع هنا. طبعا هذا جديد، القطعة اللي وراه نفس الشيء جديدة، ان هذا ما كان موجود فطلبت واحد ثاني، ومجموعة من القطع الثانية نفس الشيء غيرته نفس هذا جديد. الحين بس ناقصنا القطعة اللي تركب هنا، ما اقدر اكمل تركيب الا من اركب القطعة اللي هنا عشان نركب باقي القيور ونركب الباسكت. نسوي طلبية ونشوفها متى توصل وبعدين نكمل تركيب ان شاء الله. اوكي، الربع ركبنا هذا الجزء من الماكينة، هذا خلاص كله تمام، بس باقي اركب الكفر واركب البراغم من هذه القطعة. وفي هنا قطع صغيرة بركبن بعدين ان شاء الله. فالجزء اللي هو من هنا باقي هذه القطعة فقط، يعني الحين متوقف على الشغل لان ناقصني القطعة اللي هنا. في قطعة صغيرة تركب بين الكرنك وبين هذا الجير، هذه ما موجودة فراح اسوي لها طلب وتتأخر. بس الحين ان شاء الله راح اركب السلندرات مع الهيد واصبغ الكفر اللي يركب هنا ونضبط هذا المكان شوية ونخلصها ان شاء الله. بس الحين تركيزي على هذا الجزء اللي هو السلندر والهيد والبساتين، ونبدأ فيهم الحين وخليكم معي. طبعا هذه السلندرات وصلتني من المخرطة، امور طيبة. شوفوا كيف الحين الوضع طيب. طبعا قبل كان ذخرتهم مرة 0، فالحين انا وصلتهم الى 100 عشان اركب اللي هو بساتين بروكس اللي موجودة معي. الحين اموره طيبة بيركب بسهولة، وان شاء الله الضغط راح يكون ممتاز. ونبدأ الحين نجهزهم ونركبهم على طول ان شاء الله. اوكي خلاص ركبنا السلندر مع البساتين، الامور طيبة. شوفوا كيف دوران ممتاز، كل شيء تمام. الحين راح نركب ان شاء الله اللي هو الكول هيد. طبعا هذا جديد اللي مع سيلات كثيرة مع الاستد، اموره طيبة ان شاء الله. الحين راح نركبه
وطريقته سهلة يعني ما يحتاج شغل كثير. أول شي بتركب هذولا والسيلات راح تركبهم على الكول هيد، شي هنا وشي هنا، هذا الفتحات، وشي واحد كبير يركب هنا. طبعا انت تركبه، حط جريز على مكان السيل، والوضع طيب ان شاء الله. اوكي الربع ركبنا الهيد والوضع جدا طيب. طبعا سويت تورك حال كل البراغي، كل شيء تمام. طبعا هذا الجزء خلاص، بس باقي الكفر ماله يبقى هنا هذه المنطقة. طبعا هذا خبركم نقصت لنا قطعة، الحمد لله القطعة وصلت اللي هي هذه. شوفوا كيف هذه القطعة طبعا ما حصلتها في اي مكان غير طلب من امريكا، الحمد لله وصلت. انتظرتها تقريبا اسبوعين. اوكي الحين خلصنا هذا الجزء، باقي بس تركيب السلة. طبعا ركبت هذه القطع الجير مال ووتر بامب والنت وكل شيء، بس باقي اسوي له تورك. طبعا التورك راح اسويه بعد تركيب السلة. وهنا عندنا واشر، عندنا هذا الكولر اموره طيبة. طبعا هذا في ملاحظة خفيفة في فتحات، هذه الفتحات مع الزيت طبعا لازم تكون تتأكد ان هذه الفتحات ما مسكرة، تكون مفتوحة، ان بعض الاحيان تكون تعالق فيها وسخ فتكون مسكرة. المهم الحين راح نشتغل على السلة. طبعا السلة انا مشتري جديدة، بس راح احتاج من هذا القديم اللي هو الجير، هذا الجير القديم راح اركبه في السلة الجديدة ان شاء الله. طبعا عشان ابطل الجير عندنا هنا 4 براغي، هذول لازم اشيلهم بجرايندر اللي هي هذه، اشيلهم راح يتبطل عند الجير بسهولة ان شاء الله. اوكي الربع طبعا واجهت مشكلة. المشكلة هي ان هذه القطعة للأسف ما كانت موجودة، فخذيت قطعة جديدة من الوكالة امورها جدا طيبة. بنركب هذه القطعة مع نت جديد مع واشر جديد. طبعا هذا الواشر حال استخدام واحد فقط، فلازم يتبدل على كل مرة تبطله. زين، وبعد عندنا كلف جديد كامل مع السبرنجات، هذا راح نركبه، نسوي التورك مال هذا النت ومال هذا النت بعد، ويكون خلصنا هذا الجزء ان شاء الله. طبعا الكلتشات قبل لا تركبهم لازم تحطهم في زيت تقريبا فترة يمكن نص ساعة او ساعة كذا، بعدين تركبهم في الماكينة. فراح اسوي هالشي وبعدين راح نركبهم في الماكينة ان شاء الله.
اوكي الربع الحين شغال على كفرات الماكينة اللي هن هذولا. طبعا قبل عن اصبغهم اريد ابطل اللي هو الصبغ القديم. مثل ما تشوف القطعة مصبوغة لون ازرق، وهذه مصبوغة لون ازرق ولون اسود، فاريد ابطل الصبغ القديم بعدين ان شاء الله نجهزهم على الصبغ. اوكي الربع القطع خلاص جاهزة للصبغ، نظفتهم بالكامل، امورهم جدا طيبة، سويت لهم صنفرة طبعا. شوفوا كيف. طبعا حال الصبغ راح نستخدم هذول الاصباغ، اصباغ تتحمل درجة حرارة عالية. اوكي الربع خلاص الكيس مصبوغ، اموره طيبة ونظيف، كل شيء اوكي. الحين اريد اجهزه عشان اركب اللي هو الوتر بامب. طبعا الوتر بامب جديد، بيرنج جديد وسيل جديد نفس الشيء. هذا البيرنج القديم خلاص تعبان، هذا السيل القديم نفس الشيء. عندنا هذا القطع مال الوتر بامب، كل شيء جاهز، امور طيبة. وبعد هذه القطع اللي صبغتها نفس الشيء، شوفوا كيف النتيجة ما شاء الله طلعت ولا غلطة. وهذه بعد القطع اللي في النص. فالحين بنركب ان شاء الله الوتر بامب بالكامل، ونركب الكيس ان شاء الله في الماكينة. اوكي خلاص كل شيء جاهز، ركبنا الوتر بامب بالكامل. الحين سويت شوية سيليكون خفيف عشان يمسك الكاسكت ما يطيح. فراح اركب الكفر ان شاء الله، واركب البراغي الجديدة، كل شيء جديد. راح نركب البراغي الجديدة ونسكر هذا المكان بالكامل ان شاء الله. اوكي الربع الحمد لله خلصت من تركيب الماكينة، تقريبا 90% الماكينة خلاص منتهية. شوفوا كيف كل شيء جديد. ركبت هذه وركبنا هذولا بعد، باقي القطع اللي تشبك بينهم هاي لازم نسوي لها طلب. شوفوا كيف ما شاء الله طلعت نظيفة. وتربم جديد، هذه القطع طلعت ما شاء الله ما عليها كلام. هذا الصوب كيف ما شاء الله ولا غلطة. اعطونا رايكم في الكومنت، ان شاء الله عجبكم الشغل. ان شاء الله في الحلقة الجاية راح نبدأ شغل على اللي هو الشاصي، نجهزه على الصبغ ونسوي ترتيبات وكذا. الماكينة تقريبا مخلصة، يعني باقي اشياء خفيفة فقط. باقي هذه القطع اللي هنا، وبراغي هنا كذاك الصوب، وهذه الغطاء بعد مال الويل، وجدد الهاندل اللي هو هنا يركب. هذا بعدني ما جددته ما اشتغلت عليه. وتقريبا خلاص الماكينة منتهية الحمد لله، يعني كل شيء تمام
اموره جدا طيبه. ففي الحلقه الجايه مثل ما خبرتكم بيكون شغل على الشاصي، نبدا التجديد، نحاول نخلصها في اقرب وقت قبل الشتاء ان شاء الله تكون الدراجه مخلصه بالكامل. اتمنى عجبتكم حلقه اليوم، واتمنى دعمكم للقناه، ولا تنسوا اللايك وسبسكرايب. ندخل على خير في الحلقات الجايه ان شاء الله.